السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، في حلقة جديدة من برنامجكم أصول المطبخ الليبي. معكم الشيف سامي الكرغلي مع زكريا هوم. نتمنى لكم إن شاء الله وجبات طيبة في شهر رمضان المبارك. هنبدأ الوصفة اليوم اللي هي هناخده العجة في الفرن. عجة الفرن هذه طبعا المطبخ الليبي يتميز بكم هائل من العجة، والعجة الأساس أو المصدر الأساسي فيها اللي هو البيض. في تساؤلات تجيني تقولي مثلا يا شيف أنا درت بيضتين والعجة جت مني مثلا مش عالية. طبعا ممكن يكون الطاجين كبير وحطيتي بيضتين، هنا حتى هو في نسبة وتناسب حتى في اللي هو حجم الطاجين، لأن البيض هو اللي يخلي العجة تنتفخ مع إضافة المادة الرافعة اللي هي البيكنج باودر. عندنا المقادير، هنا عندي 4 حبات كبيرة من البطاطا، غسلتها وقشرتها وقطعتها مكعبات وقليتها في الزيت. عندي هنا نص ربطة من المعدنوس وربع ربطة من الكزبر الأخضر. إضافة الشبت هذه حسب الرغبة، اللي يحب يضيفه واللي ما يحبش يشيله. عندي راس فلفل أخضر قطعته حتى هو مكعبات صغيرة بعد ما غسلته. عندي حبتين طماطم الأخضر قطعتهم حتى هنا مكعبات. وعندي هنا صدر دجاج قطعتها مكعبات، وحنضيف عليه ملعقة كبيرة من الخل. طبعا الخل يعتبر معقم للحوم وأيضا يسرع في طهو اللحوم. عندي هنا راس بصل حتى هو متوسط قطعته مكعبات، دائما الغسل قبل التقطيع. عندي راسين بصل أخضر حتى أنا قطعت المكعبات، حيعطي نكهة حلوة للعجة. عندي كباية من الحليب وممكن نستبدلوها بالمية. وعندنا ملعقة متوسطة من البابريكا باش نتبلوا بها الدجاج. وعندنا نص ملعقة صغيرة من الزنجبيل. وعندي ملعقة صغيرة ممسوحة من بهارات الكاري للدجاج. وعندي حتى هي رشة من الكركم ونحطوه على الدجاج. عندي هنا الملح حتى هو باش الملح نضبط كمية الملح مش هنقدر نعطي العيار. وعندي البيض حنضيف عليه الخل. في عندنا البيكنج باودر، في عندنا الدقيق، في عندي اللي هي مكعبات الجبنة وهذه حتى هي اختياري. هنا عندي الزيت حنحطها على النار، دائما نستخدم زيت الزيتون. حط شوية من الزيت باش نقلي فيه الدجاج ونقلي فيه باقي المقادير. وهذين النصائح ديما نعطي فيهن على الأواني ستيل اللي من كركماز. طبعا خلوهن يسخنن وبعدين حنضيفوا المادة الدهنية وبعدين نضيفوا باقي المواد باش نمنع الالتصاق، وأيضا لأنهن حتى ثقال يعني تبي فترة باش توصل فيهن النار، لهن جودة عالية وأيضا متينات. ننصح حتى الشابات المقبلات على الجواز أن يقتنن الأواني هذينا لأنهن ذات جودة ويعمرنا معهم فترة طويلة. هنا عندي الزيت حطيتها، عندي نتبل الدجاج. ملعقة صغيرة من البابريكا، ممكن تكون بابريكا حلوة مدخنة أو ممكن حتى نضيفه ما بين الحار والحلو. عندي هنا رشة من الكركم، نص ملعقة صغيرة من الزنجبيل. عندي هنا بهارات اللي هن بهارات الدجاج الكاري، هنحط منهن ملعقة صغيرة. الإضافة الأخرى اللي هي حرارتنا الليبية، وممكن نضيفه معها الفلفل الأسود أو الأبيض حتى يعطي نكهة. وعندي هنا الكروية. هنا حنخلط اللي هن المقادير هذين كلها مع بعضهم وخليهم يتبلن من بعضهم. ممكن التتبيلة هذه نديرها قبلها بساعة ونغطي الدجاج ونحطها في الثلاجة باش ياخذ من كل خواص التتبيلة. هنا عندي زيت سخن، هنحط البصل نتاعي. أنا حخلي البصل يتشوح، هنضيف نص ملعقة صغيرة من الملح بصل ونخلوه يتذبل عندنا شوية ونعاود إن شاء الله. دبل عندي البصل هنا، هنضيف عليه اللي هو الدجاج اللي تبلته، هنحركه، نرفع النار هنا باش تفكك عندي الدجاج. هنضيف الفلفل الأخضر، نص الكزبر والمعدنوس حتى هو هنا. هنضيف الثوم، تقريبا حوالي من 3 إلى 4 فصوص من الثوم طحنتهن هنا. وخلط كل المقادير مع بعض ونخليهم يطيبن، وبعدين حنرجعوا نخلطوا العجة متاعي. عندي الخلطة هنا طابت، هذه ممكن نديروا منها سندوتشات ونضيفوا لها هريستنا الليبية، قطع من الجبنة نديروا بها سندوتشات أو نحشي بها فطائر. هنا عندي طابت الحشوة حنطفي عليها شوية. هنا حناخد الدحي، هنكسر الدحي وحدة وحدة. الدحي ديما لما بنستخدمه في العجة في الكيك ضروري يكون برا الثلاجة بفترة، يعني واخد درجة حرارة المطبخ. ونكسر طبعا بيضة بيضة. عندي نصيحة للبيض، البيض ما ينغسلش
لأن القشرة متاعها رقيقة، والبيض طبعا اللي محاطة به البكتيريا السالمونيلا، فنخافوا انه يدخل من الداخل. فهذينا ديما نصائح لربة البيت تاخذن بعين الاعتبار. وكسرة البيضة بيضة مرات في دحية خاربة، فانتفادوا ان ما نخسروش البيض كله. بسم الله. وعادة لما نكمل كسر البيض حتى هو نغسل اليد. بسم الله. هذه بيضة، هذه 2. هنوريكم الطاجين اللي بنشتغل فيه، طاجين كبير بعدين نكسر باقي البيض كبير، حنستخدم له تقريبا حوالي 12 بيضة. ما تقولوش واجد لان العجة تبي بيض، والطاجين هذا كبير يعني يكفي تقريبا حوالي 12 شخص من الأسرة نتاعكم. يعني حتى قشور البيض ما نطوحونش، ممكن نستفيدوا منه سماد للنباتات. يعني أي شيء في المطبخ ما نهدروش، سواء قشور الفواكه، الخضروات، قشور البيض، كلها نستخدمون حتى سماد للنباتات. هنكمل باقي البيض إن شاء الله ونردكم. أنا عندي البيض كسرته في إناء، والإناء يكون جاف ونظيف طبعا، ما فيش ولا قطرة مية باش تفادى الزفرة. عندي هنا الخل، هنحط ملعقة كبيرة من الخل، سواء خل التفاح ولا الخل الأبيض. الخل دائما نعطي نصائح، الخل مصاحب للأكل ما خافوش منه، وسط حامضي مطهر ومعقم، وأيضا محسن للمعجنات وأيضا للكيك، وأيضا يعطيني حتى نكهة في البيض انها ما تطلعش الزفرة سواء في اللحوم البيضاء او في البيض، وايضا في اللحوم الحمراء يسرع الطهو تاعها. هنا حنخلط البيض. البهارات هنا حنضيف فلفل اسود حوالي ملعقة صغيرة، نضيفه ممكن قرفة، كروية، اي نوع بهار انتم تحبوا. هنا حنخلط البيض، حنضيف السوائل اللي هو الحليب او ممكن اضافة المية. الحليب يكون برا الثلاجة. هو نضيف الدقيق، والدقيق مش حنقدر نعطيه معيار، حنديرها بالتدريج. 4 ملاعق كبيرة مليانة. الدقيق هنا عندي مغربل، تبدأ عندي كيف الكيكة الخفيفة شوية، محتاجة دقيق أخرى. هنحط حوالي ملعقتين كبار من الدقيق ونخفق بالبيض مرة أخرى. بزيت محتاجة الملعقتين كبار لأن مقدار البيض واجد، وضفت له سائلي والحليب، فأنا محتاج من الدقيق أخرى. أنا حنضيف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، والبيكنج بودر طبعا النجاح متاعه لو نبغوا نعرفوه ان البيكنج بودر ناجح حنحطوا شويه من الخل حتحدث عمليه الفوران. معناها ان البيكنج بودر الخميره نتاعي فعاله ومضبوطه، يعني حتى التخزين بتاعها كويس. انا ضربت اللي هو خليط البيض والدقيق والبيكنج بودر، حطيت البهارات، حنحط شويه من الملح، يعني حوالي 4 ملعقه صغيره من ملح، لاني ملحت الدجاج والبطاطا ملحه عندي، وحنضيف عليها مكعبات من الجبنه. ورجعنا لكم من جديد. حنحطوا حشوة الدجاج، نحطوها على الخليط. عندي الحشوة باردة، مش مشكلة حتى لو سخنة شوي لأني بنسرع عملية الخلط. أنا قلت ممكن الخليط هذا نستغلوه في حشوة، فيه ناس يحبوا الحشوة حنخليهم شوية. عندي حبتين من الطماطم، حنضيف باقي الكزبر المعدنوس الأخضر مدبلتنش معاه، حنخليه نكي فريش. حنضيفوا مكعبات البطاطا، حتى البطاطا حنخلي منها شوية، ونخلط المقادير كلها مع بعضها طبعا مع ضبط كمية الملح. ونجول الطاجين متاعنا. الطاجين أنا درت له زيت ودقيق، هو ما يلتصقش، ولكن الواحد لتفادي إنه تلصق لك العجة فديري له غلفيه بالزيت والدقيق. وأنا عندي الفرن مولعته أنا من فترة، ولعته من لوطة طبعا على درجة حرارة العالية. أنا خليط العجة متاعي، خلوش جهة مايلة وجهة عالية وجهة واطية باش في الكوشة كلها تجيني متساوية. هنا الإضافة اللي هي مكعبات الجبن، فأرجوكم ما تقولوش يعني إن هذا طاجين جبن، لأن طاجين الجبن يختلف اختلاف كلي عن العجة. هذه إضافة، اللي يحب يضيفها تعطيه نكهة، واللي ما يحبش يشيلها، ولكن هذه عجتنا الليبية. نضيفوا مكعبات الجبن وبعدين حنحطوها في الفرن. عودت لكم من جديد في وصفة الحلو. اليوم حناخدوا الجرسي. الجرسي هذا من الوصفات القديمة، مدونة عندي في كتابي الجزء الأول والثاني، سهل وسريع وبسيط، ممكن ندخله حتى البنيات أو حتى الشباب ممكن يديروه، يعني لطيف ولذيذ في فصل الصيف. الوحدة بتجد مرهقة والله ما تبيش الحرارة، تستخدم الحلو هذا حيكون خفيف ولطيف. حنحشو منه التمر في نفس الوقت. هنا عندي علبة من الحليب المحلى المكثف، وممكن الحليب المحلى حتى تصنعيه في بيتك. يعني هنا عندي جوز الهند. جوز الهند طبعا حناخذ الناعم
ومواصفات جوز الهند لما بنعدي نشريه يكون لونه ابيض ناصع، وبعدين ناخذ نشمه في راحه اليد، اذا كان في رائحه النفاذه اللي هو جوز الهند هنا نتكل على الله وناخذ جوز الهند بتاعي. لان في بعض المحلات المواد كيف هذين ما يغطوش فين، يخلوا فين مكشوفات، وهذين فين زيوت فتطير مع الهواء فتفقد حتى النكهه وتفقد حتى اللون، يبدا لونها اصفر. هذينا نصايح نعطيه لربات البيوت باش يلتزمن بهن لما مثلا يعدن يشرن المواد متاعهن. هنا عندي الحليب المحلى، حنضيف اللي هو جوز الهند بالتدريج. جوز الهند عندي هنا تقريبا حوالي ربع كيلو، مش حنضيفها كلها، حنضيفها بشويه لان طبعا يتكون عندي العجينه الليل. صار موقف في القديم، واحده من المتصلات كانت عندها مناسبه ما استشارتنيش بصدق يعني، فجنت الجوز الهند جنتها بيش بالعسل. فقالت لي بعد فتره انفرط مني يعني. ليش؟ من اكبر الاخطاء هذا العسل طبعا هو سكر وميه، ولما انت تعجني جوز الهند فيه دهون، بعد فتره الدهون تطلع فتفك اللي هو جزيئة متاعها. واحسن طريقه للم الجوز الهند باش يبدا عندي اللي هو نقدر نكوره ونشكله، وحتى لما يقعد فتره يقعد رطب وبين فمي ويبدا يدوب في الفم، اللي هو نعجنه بالحليب المحلى. هنا حنعجن اللي هو جوز الهند بتاعي بالحليب المحلى، وبعد ما نكمل العجن ان شاء الله حنعود من جديد. هنا عندي عجنته بالشكل هذا، ما نخليش يابس، خلي فيه نقدر نتحكم فيه، لاني نقد فيه دهون، لو مثلا زدتها اخرى حيبس عندي. وانا قلت لكم العسل راهو العجن بيه غلط، العجن يكون بالحليب المحلى باش تحصل على النتيجه اللي هي السليمه. هنا عندك خيارات، ممكن نديروه على شكل كور، او ممكن نديريه على شكل اصابع، او حتى في الفورمات بتاعت السيليكون ممكن تشكليه، ممكن شكلوه بالشكل هذا او نكملوه على شكل كور. انا عندي في الصوره في الكتاب انه على شكل اصبع، وهذا الخيار لك انت. وعندي هنا التمر حتى هو حنحشي بيه اللي هو بجوز الهند اللي هو الجرسي. يعني التمر حتى هو ممكن ربات البيوت يتفنن فيه، يحشلنا بالجرسي او بزبده الفول السوداني او باللوز او باي نوع من المكسرات او حشوات اخرى. ممكن حتى نضيفه هنا مكسرات معاه، وبعدين حنغصوه في الشوكولاته. حنكمل باقي المقدار ونجيكم مره اخرى ان شاء الله. ورجعنا لكم من جديد ان شاء الله. حنذوب الشوكولاته ونغلف بيها اللي هو الجرسي. تذويب الشوكولاته طبعا انا حطيت صحن، هنا صحن يتحمل الحراره، حطيت هنا ميه، بس ما نخليش الميه توصل في قاع اللي هو الصحن، ونبيش الميه تركب على الشوكولاته لين تفسدها. حنحط شوكولاته هنا بني وحسب الرغبه، ممكن ندير شوكولاته بيضاء او شوكولاته بالحليب، لان هنا فيه حلو اللي هو حليب المحلى، حنخلوه تعادل بالشوكولاته اللي هي الدارك. هنا حنذوب الشوكولاته، حنضيف لها شويه زيت نباتي، نضيفه بشويه زيت النباتي ونخليها تذوب عندي. زيت النباتي طبعا يسرع في اذابتها ويعطيها اللمعان مع التحريك. تو بعد ما ذوبنا الشوكولاته نشيلوها من على الحمام المائي، نمسح الصحن ونحطها على سطح ما يكونش، طبعا نخافوا على الصحن يتكسر فنحطوها على سطح اخر. هنا عندي العجه في الفرن، حنشوفوا عجتنا. بسم الله. العجه بتاعنا بالشكل هذا في الفرن اللون هذا، هذه عجتنا. لو نبغى نحمروها اكثر نخلوها في الفرن شويه. حنلبس اللي هو الجرسي. الشوكولاته هنا اخذت اللمعه نتيجه التحريك واضافه الزيت بالتدريج، بس ما نكتروش زيت. نغلفه انا بالشكل هذا، نحطوه على ورق زبده. هنا حتى التمر بتاعنا حنغلفوه، والتزيين حسب الرغبه. ممكن هنا ندوب شوكولاته بيضاء ونخطط بيها، هذين كلهن حسب رغبات ربات البيوت. ممكن هنا ندخلوا البنيات الصغيرات تعلمن فن التزيين وطبعا التغليف الشوكولاته. هنا البنيات ضروري يقومون في المطبخ، وانا دائما نقول المطبخ مش شاكر على البنات بس او النساء، حتى الشباب مفروض يدخلوا المطبخ، لان هذا جزء في بيتهم، حتى هم ياكلوا مفروض يشاركوا فيه. هنا حنكمل باقي المقدار. ممكن قلت انا نخطط بالشوكولاته او نزين بالمكسرات، وممكن حتى الجرسي من جوا نحشيه بحبه بندق محمصه او بكرز او اي شيء انت ترغبيه. حنكمل باقي المقدار بالتغليف وبعدين نرجعوا من جديد ان شاء الله. زينت الحلو بعد طلعتها من الثلاجه، تو نجوا للفرن حنطلعوا منه الطاجين بتاعنا اللي هو العجه.
حنخلوها تبرد. وفي ملاحظات، العجة والكيك ما نقصش اللي هي باردة بالتمام باش نتحصل على القطع اللي هن المطلوبات. بسم الله. تقطيع حسب الرغبة، ديريها مربعات، ديريها مستطيلات، هذين كلهم يرجعن لرغبات ربات البيوت. والحجم اللي انت تبيه، صغير كبير، سمحة في شهر رمضان أو حتى في المناسبات، من الموالح اللطيفة في المطبخ الليبي. وهذه عزيزاتي اسمها العجة مش طاجين جبن. باش نحافظوا على موروثنا الليبي نحاولوا كل حاجة نخلوها بالمسمى متاعها، ما نبدوش مثلا كان ضفنا لها جبنة نسموها طاجين جبن، هذينا إضافات. فهذه من بلادنا ليبيا طبعا اللي هي عجة الطاجين. وهذه كوشة زاك من زكريا هوم، كوشة عملية خاصة للمبتدئات، لبنيات العرائس، سهلة الاستخدام، الطيب كويس، حتى اللي مثلا صغيرة في السن تستخدمها مريحة جدا. وهذين وصفاتنا لليوم. توا نحن نبغى نختم الحلقة متاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. نتمنى لكم إن شاء الله صياما مقبولا وفطرا شهيا. وسؤال حلقتنا اليوم اللي هو، نحن عجلنا الجرسي بيش عجلناه بالحليب المحلى وإلا بالعسل؟ هذا السؤال والإجابة عليه حتحصل على جائزة من زكريا هوم. في الختام نتمنى لكم يوما سعيدا وطيبا وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.